بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن مرادنا من هذه الدنيا هو أن يرضى الله عنا. إن لا غاية لنا ولا هدف لنا ولا مقصد لنا في وجودنا في هذه الدنيا سوى مرضاة الله تبارك وتعالى. وإننا إذ نقف بين أيديكم وإننا إذ نعمل من أجل دعوة الله لا نعمل إلا ابتغاء مرضات الله، لا ننتظر من أحد جزاء ولا شكورا، إن أجرنا إلا على الله. إنما ندعو الناس رحمة وشفقة على الناس، إنما ندعو الناس اقتداء بسيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتمثلا لآية القرآن حيث يقول المولى جل ثناؤه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ما أرسله ربه تبارك وتعالى إلا رحمة للعالمين، والقرآن أعظم به من إتقان لغوي بلاغي بياني فصيح، يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعوالم أجمعين، لم نرسلك رحمة لعالم الإنس أو لعالم الجن أو لعالم الملائكة وحسب، وإنما أرسلناك رحمة للعالمين. وكيف لا يكون بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين؟ والناقة بين يديه جاءت تشكو من آذاها، كيف لا يكون رحمة للعالمين؟ والظبية والضأن يأتي بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبثه الأشجان والأشواق، وكيف لا يكون رحمة للعالمين؟ وجذع نخلة كما في الحديث المتواتر تواترا معنويا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اعتاد أن يخطب يوم الجمعة على جذع نخلة، كان قد جعله الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا اتسع مسجد النبي وكثر المقبلون والقادمون إلى صلاة الجمعة طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبنى له منبرا، فبني له منبر، فلما أن أراد أن يصعد المنبر في أول يوم جمعة يخطب عليه بعد أن كان قد اعتاد أن يخطب على جذع النخلة، يروي أكثر من 12 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بما لا يترك مجالا لشك أن الحادثة قد وقعت، كلهم قد أطبق وأجمع أنه سمع خنينا، فجعل الصحابة ينظر بعضهم إلى بعض: من الباكي، من الشاكي، من الحان الذي يخن ويئن ويضرع؟ أهو طفل بيننا؟ أهو ولد بيننا؟ أهي امرأة خلفنا؟ أهو شيخ هرم يتضرع؟ من ذا الذي يبكي؟ ومن ذا الذي يستغيث؟ ومن ذا الذي يئن؟ أصغوا ليتا ونظروا أمامه وإذا بجذع النخلة ذاك الذي لا قلب له. يبكي من علم القلوب. كيف يكون التواضع والأدب واللين بين يدي الله؟ كان جذع النخلة يبكي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي على المنبر، الصحابة ينظرون تارة إلى الجذع وتارة لسيده، تارة لفارسه، تارة له وتارة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجواد يشتاق لفارسه، الجذع يشتاق لجذع في قلب النبي، ينظرون تارة إليه وتارة إلى النبي، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فربض على جذع النخلة ثم قال: أتهدأ وتكون نخلة معي في الجنة. يقول الصحابة: والله لقد رأيناه كما طفل يمنى بشيء فيسكت. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: أيها الناس
أيها الناس، جذع النخلة يحن لرسول الله، ألا تحنون لرسول الله؟